السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم النهارده بقى هنعمل اكل كده مصري من بتاع بيوتنا كده الاصيل ده، اللي مهما نلف ونعمل من اكلات برضو بنلف ونرجع له هو تاني. طبعا زهقنا من اللحمه ومن الفته وكلنا والحمد لله، والعيد خلص وكل سنه وانتم طيبين. رجعنا تاني بقى لحيرة الاكل وايام الاجازه بتاعت ولادنا والليل الطويل. ربنا ايه يجعلها اجازه سعيده جميعا علينا وعلى اولادنا. النهارده هنعمل مع بعض صينيه فراخ، تتبيله حلوه قوي وسهله، وكلها في صينيه واحده، وبس هندخلها بس الفرن دوب بس تاخد وش وخلاص، وتبقى طعمها زي المشويه. وهنعمل جنبها شويه باميه حلوين كده بتركاتنا وطريقتنا، هنعملها معاكم. اول حاجه هنعملها دلوقتي، بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا بصل. اول حاجه اعملها بحب اتبل الفراخ زي ما اتعودنا مع بعض، لو فاكرين ومتابعين يا حلوين. بحب اتبل دايما الفراخ، اي فراخ بعملها سوا سلق سوا صينيه اي حاجه، لازم بحب دايما اتبلها الاول يعني الطعم والريحه بيختلف تماما. طبعا هحط هنا ورق لورا، حبهان وفلفل اسود وبابريكا ورشه كزبره خفيفه. بسم الله. نعملهم مع البصل كويس جدا وارجع لكم. هنا اهو قلبت البصل مع التوابل والبهارات كويس جدا. دلوقتي هنزل عليها بالفراخ، اسوي الفراخ بيها كويس قوي. معانا فرخه متقطعه، انا مقطعاها 8 عشان الفرخه كبيره، فعشان تستوي وتاخد راحتها في السوا كده وتبقى ايه طريه وحلوه معانا. بسم الله. طبعا اتفقنا ان اهم حاجه نغسل الفراخ كويس، واتفقنا تركتنا في غسيل الفراخ في الاخر خالص بنعملها بطحينه، تفرق طبعا وتدينا ريحه حلوه. طبعا مهما عملتي من اكل والغسيل ما كانش كويس مش هتحسي بطعم الاكل. اهم حاجه ناخد بالنا من غسيل الفراخ كويس. بصوا، واقعد امسك كل قطعه فرخه كده اسوي فيها ايه بالبصل، واخليها تشرب كده من التتبيله كويس جدا، تخلي طعم اللحمه بتاعت الفراخ ما شاء الله جميله كده اهو. سيبنا الفراخ، هنسيب الفراخ بتاعتنا تتبل ساعه بقى ساعتين على حسب الوقت، عقبال ما نجهز بقيه الغدا. كده كده انا بحطها ايه بعد ما ببقى قربت اخلص الغدا، برفعها على النار لانها بتاخدش سوا اصلا. يلا نروح نكمل بقيه الغدا بتاعنا. زي ما قلت لكم هنيجي نعمل باميه دلوقتي. احنا سبكنا عادي التسبيكه بتاعتنا، بسم الله الرحمن الرحيم اهي. تسبيكه عادي بتاعت الباميه العاديه، بس احنا بقى بنحب نعمل تركايه كده في الباميه. نحب نشوح الباميه الاول في حته زبده مع الثوم، هنوريها لكم دلوقتي. بصراحه بتدي طعم مميز يعني للباميه. بسم الله. ننزل كده بحته ثومه في الزبده، تطلع بس ريحتها، وبننزل عليها بالباميه. بسم الله الرحمن الرحيم. والله طبعا الباميه دي احنا مفرزينها، وقلنا لكم قبل كده ان اي تفريزات اي خضار موجود في السوق لما بتجيبيه وتفرزيه بينفعك زي دلوقتي كده. يعني احنا ده كانت موجوده طلعناها وقلنا نعمل غدا كده مصري اصيل يعني. جربوا بجد تركايه التشويح الباميه دي مع الثوم، بيدي طعم مميز جدا للباميه. جربيها ومش هتندموا. تسبيكة جاهزة ننزل عليها بقى البامية. بسم الله. بص انا بحب اقعد اقلب البامية شوية في التسبيكة، مش بحب احط عليها الشوربة على طول، بوطي عليها النار خالص وتقعد تاخد من التسبيكة شوية. بصوا لونها تحفه ازاي ما شاء الله. ما شاء الله بتفضل على نفس لونها ما بتغمقش. الشوربه بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم. سيبوها شوية مع التسبيكة قبل ما تحطوا الشوربة، هتلاقي طعمها احلى. بقى حلوين بعد ما سيبنا الفراخ تتبل شويه ورحنا عملنا الباميه بتاعتنا زي ما شفتوا معانا. قطعت بصل فرمته في الكبه بصراحه. الجو حر مكسله اقطع بالسكينه. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت حته زبده مع البصل، وطبعا نحط معلقه سكر حلوه كده عشان تساعد ايه البصل بس ياخد تسكيره ولون بني حلو. طبعا ده بصل احمر، الوصفه دي بيبقى افضل فيها البصل الاحمر، لونه بيبقى يعني اتخن من الابيض. الابيض بيختفي بصراحه وما بيبقاش مدي طعم حلو زي البصل الاحمر.
انا مقطعه كميه بصل محترمه كده، عشان بصراحه احنا بنحب الصوص ده قوي، بيبقى طعمه حلو جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفضل نشوح في البصل لحد ما نحس ان هي ايه، اتشوحت كويس جدا وعلى الاقل خدت لون. بعد كده ننزل عليها بالفراخ. بسم الله. بعد ما حسيت ان البصل دبل شويه وبدا يتشوح، هنزل بقى ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، هنزل بقطع الفراخ بتاعتنا المتبله. انا معلش نسيت اوريكم، انا زودت معلقه صلصه عشان لما تستوي تبقى ايه، بتدي لون حلو كده للفراخ. طبعا نزلت هنا ايه ببقيه التتبيله اللي كانت في قلب الفراخ. هنسيب الفراخ تاخد كده وتدي مع نفسها كده على البوتاجاز براحتها، بس ما نخليش النار عاليه عليها عشان ما تتلسعش. بس نروح نعمل بقى احلى شويه رز. ودلوقتي بقى نعمل مع بعض احلى واطعم شويه رز مفلفلين وطعمهم تحفه. حطينا هنا زبده بلدي، حط شويه زيت كده حلوين. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط هنا واحده ورق لورا وحبهان. هو ده بقى بيدي طعم للرز، انا عملته معاكم قبل كده، بس بيدي طعم للرز ما اقولكوش فظيع. الشعريه بتاعتنا بقى لونها ذهبي، بلاش خلوا الشعريه تغمق عن اللون ده، عشان يبقى ايه لون الرز بتاعنا لونه حلو كده وذهبي. بسم الله. وننزل بالرز كده غسلناه، نحط الملح بتاعنا وهي بتتشوح. نشوح في الرز مع الزبده والزيت كويس جدا. والله يا جماعه بجد يعني انك تحطي مع الزبده والزيت وتحمريها مع الشعريه ورقه اللورا والحبهان، مش قادره اقول لكم بتدي الرز طعم تحفه ازاي. بس بقى ما شاء الله الرز وجماله وفلفلته وريحته ما شاء الله. بصوا بقى صينيه الفراخ وجمالها ما شاء الله، شكلها يفتح النفس، والبصل بتاعها مكرمل التحفه. فراخ مستويه ورهيبه. بصوا ما شاء الله، فراخ مستويه كويس جدا، سريعه وطعمها تحفه. غدينا اهو النهارده اكله مصريه اصيله. باميه بتاعتنا ما شاء الله، شكلها وريحتها فظيعه، ملوخيه خضراء والرز بشعريه المفلفل. يا رب تكون استفدتوا مننا باي حاجه النهارده، يكون فيديو خفيف ولطيف على قلوبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا معانا وتتابعونا يا حلوين، واستنونا في فيديوهات جايه كتير. باي.